السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض كيكه النايتي بطريقه سهله وبسيطه تنفع لاولادنا ياخدوها معاهم وهم رايحين المدارس. هقول لكم على المقادير. مقاديرها سهله وبسيطه جدا. عندي 3 كوبايات من الدقيق، نخلهم كويس، نخلهم مرتين ومره كمان هنخلها معاكم اثناء الفيديو. وعندي كوبايه ونص، انا دي كوبايه اللي قدامنا دلوقتي، وهحط كمان نص من اللبن. اللبن الرايب، او كوبايه لبن ونص زبادي. يعني هي المقدار بتاعها كوبايه ونص. الزبادي بيديها طراوه وهشاشه حلوه للكيك، بتخليها معانا اسفنجيه. وعندي كيس بيكنج باودر وكيسين فانيليا، وعندي بيضتين، وعندي ربع معلقه كده او ذره من الملح، وكوبايه الا ربع من الزيت. الزيت يكون شفاف، ما يكونش ريحته غايبه عشان ما يبوظش معانا الكيك. وعندي كوبايه ونص من السكر. عندي في الخلاط هحط بقى عندي كوبايه ونص من السكر اهو. السكر معانا يبقى فاتح. وعندي كمان معلقه خل. الخل بيديها طراوه وهشاشه حلوه. وعندي نص ليمونه. الليمونه ديت بتخلي الكيكه معانا فاتحه. جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا. عندي المكونات ديت هنحطها في قلب الخلاط ونخلطها في الخلاط. ممكن بالهاند بلندر، او بال بال بالعادي، يعني بالمضرب السلك العادي بتاعنا اليدوي نعمله بيها. او كيكه كده يعني بتبقى عاديه زي بتاعت امهاتنا ما كانوا بيعملوها زمان يعني، وكانت بتطلع احلى كيكه. عندي المكونات بقى كلها هحطها مع بعض في قلب الخلاط، واحط البيض. يا ريت كل المكونات عشان الكيكه تبقى ناجحه معانا كلها تبقى بدرجه حراره المطبخ. نكون مطلعينها من التلاجة قبلها بنص ساعه او ساعه، ونبقى حاطينها كده مثلا على المطبخ كده عشان تبقى بدرجه الحراره بتاعه المطبخ. طبعا احنا لو طلعناها ساقعه ولا الحاجات دي يعني طبعا هتبقى الكيكه هتبقى تهبط معانا. دي من اسباب برضو فشل الكيكه معانا. هنحط بقى كيسين الفانيليا كده معاهم عشان الزفاره. عندي معلقه الخل برضو بتمنع الزفاره، وبتديها قوام حلو، يعني بتديها هشاشه حلوه، وبتخلي برضو لونها فاتح. ونص الليمونه ده بيخلي معانا الكيكه فاتحه وجميله. حتى لو انت حاطه سكر تموين، مستعمله سكر تموين، معلقه الخل ونص الليمونه اللي لما بنعصرها تخلي الكيكه معانا فاتحه. والزبادي يا جماعه جميله قوي لما بيتحط، بيدي هشاشه كده حلوه للكيكه، بيبقى بتخلي الكيكه معانا اسفنجيه. وهتشوفوها برضو في الاخر. عندي نص الليمونه انا حطيتها اهو. هضرب بقى المكونات دي كويس كده في الخلاط. عندي بقى ال3 كوبايات دي نخلتهم تاني معاكم اهوت طبق كده ونخلتهم. وعند الخليط نضربه لغايه ما لونه ما يفتح بالشكل ده معانا، يبقى كله متجانس كده. انا بحط كل مره واحده وبقى اخلط بيه. عندي كيس البيكنج باودر برضو، كيس البيكنج باودر بنخله برضو معاهم عشان نبقى نخلين كل المكونات دي كلها مع بعض. هفضي بقى كل المكونات بتاعتنا اللي في الخلاط، هنفضيها في الطبق. انا كنت حاطه معاكم كوبايه من اللبن اثناء ما كنت بوريكم المقادير، وحطيت كمان نص كوبايه. والمقدار ده بقى واخد كوبايه ونص من اللبن طبعا. هقلبه كده، بزود معاكم اللبن شويه بشويه. نقلبه كويس علشان الدقيق كله يبقى متجانس كده، ما يبقاش فيه دقيق. بصوا كده القوام بتاعها مظبوط اهوت كده. يعني هي كان القوام اسفه، القوام كان تقيل، فانا زودت معاكم اللبن. طبعا زودنا، انا حطيت كوبايه ونص للمكونات دي بالشكل ده. ده القوام المناسب بتاع الكيكه والقوام المظبوط. بالشكل ده. عندي بقى في الفتره دي
انا قايده الفرن على درجه حراره متوسطه قبل ما الكيكه ما نحطها في الفرن، نكون مشغلها انها قبلها ب10 دقايق وعلى نار متوسطه. وعندي صاج بقى مبطناه بماده دهنيه. الاول عندي اخدت معلقه من المكونات ديت واحطها في طبق، معلقه كبيره كده، على معلقه كاكاو خام، بفضيها بحطها كده عليها واقلبها، علشان دي اللي هنعمل الشكل بتاع النايت بتاعنا المعتاد اللي احنا بنشتريها زي كيكه النايت الجاهزه. وطبعا بنعمل كل حاجه معانا في البيت اوفر واحسن يعني. حطيت معلقه الكاكاو وهنقلبها. وعندي بقى صاج انا دهناه بماده دهنيه بسمنه بزيت اللي انت حابه تحطيه، ومبطناه بالدقيق ومفضيها. المقدار ده انا هحطه في صاج كبير عشان انا عايزاها اعملها طبقتين، هتبقى رقيقه يعني حجمها رقيق معايا مش سميك. لو انتوا حابين تحطوا المقدار ده وتعملوها بنفس الطريقه دي، ممكن من غير حشو من غير اي حاجه خالص، وهتطلع برضك معاكم جميله. كيك يومي من بتاع اللي بنشرب بيه وبنفطر بيه الشاي، وكوبايه لبن. ممكن بالليل حبيتي تاكلي حاجه بسيطه وكده، او الصبح طبعا ما بنبقاش مثلا قايمين لنا نفس للفطار. المقدار ده ممكن نحطه في صينيه 26 او 28 لو انت ما بتحبيش الكيكه سمكها يكون سميك. انا من الناس اللي ما بحبش الكيكه يكون السمك بتاعها يكون مرتفع قوي، بس لما بعملها وطبعا للقناه كده بنحطها في المقدار ده في صينيه 26 يبقى حلو، وسمكها كمان عالي معانا والقطعه معانا عاليه حلو. ده انا حطيتها في الصاج اهوت مبطن، وهنخبط بيه خبطتين كده على الرخامه عشان نطلع منه اي فقاقيع او هوا. وسوينا العجينه كويس او الخليط الكيك معانا كويس في قلب الصاج. عندي بقى المقدار الكاكاو ده حطيناه في كيس وفتحته فتحه كده، وهحط بقى ايه بالتساوي كده يعني خطوط بالعرض كده. ومعايا بقى المقادير بعد ما حطيت كل الخطوط بالعرض كده. جبت عصايه من بتاعه الشيش الطاووق كده، ورحت جايه عاملاها. طبعا الشرح واضح اهوت. بننزل بها من الاول لغايه تحت كده، وبنطلع بها العكس يعني. طبعا هي واضحه معانا من غير شرح بالشكل ده، الشكل المعتاد بتاعها، عشان تدينا منظرها كده شكل الكيكه بالظبط النايتي. عشان اسفه كانت بنتي بقى اللي كانت بتصورني. بالشكل ده هدخلها بقى الفرن، هتقعد حوالي ربع ساعه. هي بالظبط خدت معايا ربع ساعه، ولما تطلع هوريها لكم. عندي الكيكه بعد ما طلعت بنشوفها كده بالخله او بعصايه الشيش طاووق. طلع معانا العصايه نضيفه اهيت ما فيهاش اي حاجه، او بسكينه. الكيكه طالعه معانا جميله وهشه وجميله جدا. هسلك بقى الجناب بتاعه الكيكه من الجناب كده بسكينه، عشان بس نقلب الصاج بتاعنا. احنا هنقسم الكيكه ديت نصين. هنحشيها بقى اي مربى عندك بقى. انا كان عندي مربى تين عملتها بيها. طبعا انت حابه مربى مش مربى فراوله، اي مربى عندك تعمليها. وممكن تحشيها نوتيلا، يعني اي حشوه عندك انت متاح تعملي بيها يعني. بصي الكيكه عامله معايا ازاي، طريه وهشه واسفنجيه خالص، وكيكه فاتحه جميله جدا. تنفع معانا الطريقه جاتو، تنفع معانا جاتو يعني الطريقه ديت بتدينا هشاشه جميله جدا. برضو كنتوا شايفين الكيكه اسفنجيه خالص وطريه مش مستحمله. عندي المربى كده وزعتها. طبعا حابه تكتري حابه تقللي، ده حاجه ترجع لك انت وبراحتك. كيكه جميله يعني، هي لوحدها اصلا تتاكل كده من غير اي حاجه يعني. حطيت النص التاني عليها
واظبطه. هنقطعها طبعا بالحجم اللي انت حباه. انا بعد ما قطعتها حبيت اسوي بقى الجناب كده، ما كانتش متساويه، سويتها بقى عشان تبقى الشكل بتاعها مظبوط معايا. سويتها من كل الجناب. طبعا القطعه احنا مكبرين كمان في القطعه، ممكن تعملي اصغر من كده كمان. طبعا بتنجاب طبعا من بره قطعه صغننه خالص. دي تنفع معانا بقى لاولادنا وهم رايحين المدرسه. نحطها لهم في اللانش بوكس، تبقى حلوه معاهم مع السندوتشات بتاعتهم، حاجه مغذيه برضو وحلوه. حبوا يفطروا برضو الصبح قبل ما ينزلوا بكوبايه لبن، تبقى حلوه برضو ومفيده معاهم. وطبعا هي كيكه مغذيه فيها لبن وبيض، كيكه غنيه يعني. طبعا التقطيع والحجم اللي انت حباه اعمليه بيه. بصوا الكيكه جميله جدا زي الجاتو بالظبط، والحشوه بتاعتها والكيكه معاها اسفنجاوي فاتحه ازاي وجميله جدا. حطيتها لكم على صينيه اهي. يا رب تكون تعجبكم بقى الطريقه بتاعتي. شايفين الحجم بتاعها كمان كبير، قطعه عامله ازاي، حلوه جدا ومغذيه. جربوها لاولادكم، ولو عجبكم الوصفه ما تنسونيش تدعولي وتكتبوا لي كومنت حلو كده، وما تنسونيش في لايك واشتراك وتفعيل الجرس. انا بوريكم حجم القطعه والشكل بتاعها جميله جدا، هتعجبكم بطريقتها هتعجبكم. لو عجبتكم الوصفه ما تنسونيش يا حبايبي في لايك واشتراك ودعوه حلوه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.